السلام عليكم البنات، الله تكونوا كامل لاباس، صحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الوصفه تاع اليوم هي كراتان تاع الشوفلور بزاف بنين. تابعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا مكونات الوصفه هذه. اول حاجه عندي كميه من البطاطا اللي كنت نقيتها وغسلتها وقطعتها الى مربعات صغيره. عندي حبه تاع الشوفلور ثاني اللي كنت نقيتها وغسلتها. وايضا عندي كميه من التوابل. اول حاجه نبدا بها هي الشوفلور تاعنا. شوف جبت حبه تاع الشوفلور تاعي كيما راكم تشوفوا. ونقطعها الى اطراف صغيره، الى قطع صغيره، يعني كيما راكم تشوفوا. انا قطعتها بالموس، نحيت هذاك اليابس تاعها. وكنت ديجا حطيت طاوه فيها كميه من الماء. نحط الشوفلور تاعي في الماء كيما راكم تشوف. لهنا عندي لي زيبيس، عندي شويه توابل تاع الشاورما، عندي شويه فلفل احمر وشويه فلفل اسود، وعندي فص تاع ثوم. لهنا انا ندير التوابل تاعي للشوفلور باش يعني ما تضربش الريحه تاعو. كما تعرفوا على بالي بلي كامل ما تحبوش ريحه الشوفلور، ويمد لهم بنه ما شاء الله. يعني الشوفلور تاعنا يجي منكه ويجي بزاف بنين. لهنا في جهه اخرى درت المقله تاعي، حطيت فيها كميه من الزيت، درت فيها البطاطا، حطيت البطاطا تاعي تتقلى. على بالي كامل تعرفوا تقليو البطاطا كيما راكم تشوفوا. لهنا البطاطا يعني تقعدوا تقطعوها دوائر ولا مربعات صغيره كيما راكم تشوفوا. نحيتها في جهه، والشوفلور تاعي كان ديجا طابلي. اللي تحب تفوروا تقدروا تفوروه كيما راكم تشوفوا. لهنا جبت هذيك الكميه تاع الشوفلور ومعسها بالفرشيطه مليح. تقدروا تخليوه هكذاك. انا حبيت نمعسو خير، معسته جيدا كيما راكم تشوفوه. هو سخون باش يتمعس معنا مليح. من بعد نروحو نحضروا الكريمه تاعنا. لهنا عندي كاس تاع حليب، عندي بيضه كامله، عندي ملعقه كبيره تاع الفارينه، وعندي شويه هريسه، ملح وشويه فلفل اسود كيما راكم تشوفوا. لهنا في الطاوه قلت لكم كاس تاع حليب درت فيها البيضه وملعقه كبيره تاع الفارينه. نخلطوا نخلطوهم كامل مع بعضهم كيما راكم تشوفوا حتى يتجانسوا. نخلطوا كلش بارد في بارد. من بعد لهنا نضيف كاس تاع كريم فريش كيما راكم تشوفوا. انا نستعمل كريم فريش، هذه معطر بزاف بنينه وخاصه بالطبخ كيما راكم تشوفوا. من بعد نزيد نخلطهم جيدا ونضيف لي زيبيس تاعي. لهنا الهريسه تكون اختياريه. عندي شويه فلفل اسود وقلت لكم عندي شويه ملح ما تكثروش بيسك. شوفوا راهو فين الملح والبطاطا فيها الملح، يعني باش ما تجيكمش الكريمه تاعكم مالحه كما راكم تشوفوا. لهنا نزيد نخلطوا جيدا، نخلطوهم مليح مليح حتى يتجانسوا مع بعضهم. لهنا حطيتها على نار متوسطه وجيت ضفت عليها ملعقه كبيره تاع جبن طاري، وعندي ثاني كميه من الجبن المبشور اختياريه كما راكم تشوفوا حتى تعقد لي الكريمه تاعي. تشوفوها بدات هزت الغاليه هذيك، بدات تعقد، صاي طفيو عليها كما راكم تشوفوا. لهنا نروحو نبريباريو البلا تاعنا. لهنا جبت الكميه تاع الشوفلور تاعي اللي كنت امعستها كما راكم تشوفوا، فرغتها في ريسيبيون. من بعد نجي نضيف عليها الكريمه تاعنا. لهنا راح ندير كميه من الكريمه، يعني مانيش راح نفرغها كامل، ديروا غير كميه من الكريمه. خلطوها مليح يشربها هذاك الشوفلور، خلطوها مليح مليح يعني باش تتجانس كما راكم تشوفوا. في جهه اخرى جبت البلاطو تاعي اللي راح نطيب فيه، درت له دهنته بشويه تاع الزيت كما راكم تشوفوا. حطيت كميه تاع البطاطا بهذا الشكل. من بعد نضيف عليه كميه من الكريمه، ونخليه شويه كريمه باش نغطيو بها الكراتان تاعنا من فوق كما راكم تشوفوا. يعني كاس راح يكفيني. لهنا فرغت الشوفلور تاعي اللي كنت خلطته مع الكريمه هذيك كما راكم تشوفون. نجي نسويو السطح من فوق باش يجينا السطح تاعو مستوي. من بعد راح نضيف عليه كميه من الكريمه اللي قعدت لي. هذيك الكريمه اللي قعدت نجيب ندهنوا بها السطح تاع الكراتان تاعنا كما راكم تشوفوا. ادهنوها جيدا بهذا الشكل. من بعد راح نضيف كميه من الجبن المبشور. الجبن المبشور يكون اختياري. لهنا انا استعملت فيت في لي غلاف تاعو احمر جاي بزاف بنين، ننصحكم به يا البنات. بعد لهنا بعد ما كملت البلا تاعي نروح نلوحوه في الفرن. الفرن تاعي ديجا كنت شعلته من قبل، شعلته من تحت شويه كما تعرفوا راه كلش طايب. شعلت له واحد 10 دقائق من تحت، من بعد شعلت له من فوق باش يتحمر لي الكراتان تاعي كما راكم تشوفوا.
هاديك الكراتان تاعنا بعد ما كملنا ونروح نشوفوه في صحن التقديم. جا واحد الكراتانية البنات بزاف بني منتو، يعني ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله تجربوها. اللي ما يحبوش الشوفلور ام رايحين ياكلوه عادي ومش رايحين يفيقوا له ويجي بزاف بنين.